مواقف كتير حصلت لنا ومرت عليها سنين، ومع ذلك بتفضل ترجع في دماغنا من وقت للتاني. ممكن وانت ماشي في الشارع أو قبل ما تنام، أو حتى وانت بتعمل حاجة عادية جدا تلاقي موقف قديم ظهر فجأة. موقف حسيت فيه بإحراج، يمكن قلت كلمة ما كانتش مناسبة، أو اتلخبطت في موقف أو عملت حاجة لما رجعت افتكرتها حسيت إن التصرف ده وقتها ما كانش أحسن حاجة. الغريب إن الموقف نفسه ممكن يكون عدى عليه سنين، لكن الإحساس اللي مرتبط بيه رجع وكأنه الموقف لسه حاصل دلوقتي. وده بيخلي ناس كتير تفتكر إن السبب هو إنها مش قادرة تنسى، لكن الحقيقة مختلفة تماما. لأن النسيان في حد ذاته مش هو المشكلة، بدليل إننا كلنا مر علينا آلاف المواقف ومعظمها اختفى من ذاكرتنا تماما. في أيام كاملة من حياتنا لو حاولنا نفتكرها دلوقتي مش هنعرف، وفي أشخاص قابلناهم وأماكن رحناها كلام كتير اتقال وكل ده اختفى من الذاكرة بشكل طبيعي. فالسؤال هنا مش ليه بننسى، السؤال هو ليه المواقف دي بالذات اللي بتفضل موجودة. والإجابة هي إن المخ بيخزن الذكريات، مش بيتعامل مع كل الأحداث بنفس الطريقة. مش كل يوم في حياتك ليه نفس القيمة بالنسبة له. يعني في أحداث بتمر مرور عادي، وفي أحداث تانية بيعتبرها تستحق اهتمام أكبر. واللي بيحدد ده في أوقات كتير مش حجم الحدث، لكنه حجم المشاعر اللي كانت موجودة وقتها. لما الإنسان بيمر بموقف فيه خوف أو توتر أو فرحة كبيرة أو إحراج شديد، المخ بيبدأ يتعامل مع اللحظة دي باهتمام مختلف، كأنه بيقول إن الموقف ده مهم، هحتفظ بيه. ومش معنى ده إنه عايز يضايقنا، لكنه هو بيحاول يتعلم، لأن المخ بطبيعته بيحب يتعلم من التجارب اللي كان فيها احتمال لخطأ أو خطر أو رفض اجتماعي. لأن الإنسان من آلاف السنين كان وجوده وسط المجموعة جزء مهم من بقائه. الإحساس بالرفض أو الإحراج مش مجرد شعور مزعج، بالنسبة للمخ ده إشارة تستحق الانتباه. وعشان كده المواقف اللي ارتبطت فيها بالمشاعر دي بتكون فرصتها إنها تفضل في الذاكرة أكتر. لكن في نقطة هنا لازم ناخد بالنا منها، إحنا ساعات بنخلط بين حاجتين، بين إن الذكرى لسه موجودة وبين إن الموقف كان كبير فعلا، ودول مش نفس الحاجة. لأن وجود الذكرى في دماغنا مش دليل على إن الحدث كان ضخم، هو دليل على إن المشاعر وقتها كانت قوية. وده فرق مهم، لأن ساعات بنرجع نفتكر موقف ونقول لنفسنا أكيد لو أنا لسه فاكره بعد كل السنين دي يبقى كان الموقف كبير. لكن الحقيقة ممكن يكون الموقف نفسه عادي جدا، واللي خلاه يفضل موجود هو الإحراج اللي حسينا بيه وقتها. وده بياخدنا لسؤال تاني، هل الناس اللي كانوا موجودين في الموقف فاكرينه زي ما انت فاكره؟ في الغالب لأ. وده مش تقليل من اللي انت حسيت بيه، لكن لأن كل واحد فينا بيعيش حياته من زاويته هو. انت اكتر شخص متابع لتصرفاتك واكتر شخص بيفكر في اخطائك، لكن الناس اللي حواليك ما عندهاش وقت لده، هي عندها نفس الانشغال بنفسها. كل واحد فيهم عنده مواقف بيتمنى لو ما حصلتش، وعنده كلام ندم انه قاله، وعنده تصرفات كان يتمنى يرجع بيه الزمن عشان ما يعملهاش. يمكن عشان كده لو سألت نفسك دلوقتي آخر مرة شفت حد اتعرض لموقف محرج، هتبقى فاكر تفاصيل الموقف ده؟ غالبا مش هتفتكر، مش لأنك شخص غير مهتم، لأن عقلك كان مشغول بحياتك انت. احنا غالبا بنبالغ في تقدير المساحة اللي واخدينها في تفكير الناس، مش بقصد، لكن لأن كل واحد فينا شايف العالم من خلال نفسه. وده شيء طبيعي جدا، وفي علم النفس الظاهرة دي اتدرست فعلا، ولقوا ان الانسان بيميل انه يعتقد ان الناس بتلاحظه وبتراقب اخطائه اكتر بكتير من الحقيقة. وده سبب ان موقف بسيط جدا ممكن يفضل يضايقنا سنين، وفي الوقت اللي بيكون اختفى تماما من ذاكرة اللي كانوا موجودين. لكن لسه في سؤال أهم، لو افترضنا إن الناس فعلا نسيت، إحنا ليه ما نسيناش؟ وليه كل مرة بنفتكر الموقف بيرجع معاه نفس الإحساس تقريبا؟ يمكن أول إجابة هتيجي في بالنا هي إننا لسه فاكرين الموقف، لكن لو فكرنا فيها شوية هنكتشف إن الذكرى لوحدها مش كفاية عشان تفسر اللي إحنا بنحسه. لأن في مواقف كتير بنفتكرها لكن ما بنتضايقش. بنفتكر أول يوم في الجامعة، أول يوم شغل، رحلة قديمة، موقف ضحكنا فيه. كل دي ذكريات موجودة، لكن وجودها في الذاكرة مش معناه إن هي لسه بتأثر فينا. طيب ايه الفرق؟ الفرق ان بعض الذكريات واحنا بنفتكرها مش بنفتكر الحدث بس، احنا بنفتكر كمان الشعور اللي ارتبط بيه، واوقات بنفتكر الفكرة اللي خدناها عن نفسنا بعد الموقف ده. ودي نقطة مهمة جدا، ان الانسان مش بيعيش الاحداث بس، هو بيديها معنى. يعني ممكن شخص يتلخبط وهو بيتكلم قدام مجموعة من الناس يرجع البيت ويقول انا اتوترت شوية، شخص تاني يمر بنفس الموقف يقول انا كان شكلي وحش، واحد تالت ما يفرقلوش اصلا. التلاتة مروا بنفس الموقف لكن كل واحد فيهم كان رد فعله مختلف، اللي فضل معاهم بعد كده مختلف تماما عن بعض. وده لأن اللي بيستمر مع الوقت مش الحدث، اللي بيستمر هو التفسير. يمكن قلنا الناس ضحكت عليا، أو إن أنا دايما بتصرف غلط، أو انطباع الناس عني أكيد هيبقى وحش. ومن ساعتها كل مرة الذكرى دي بيرجع معاها نفس الجمل دي في دماغنا، كأن الاتنين بقوا مرتبطين ببعض. وده بيخلي الواحد يحس إن الموقف لسه عايش، مع إن اللي عايش في الحقيقة هو التفسير. وفي حاجات تانية بتحصل وإحنا غالبا ما بناخدش بالنا منها،
إحنا متخيلين إن الذكرى عبارة عن تسجيل محفوظ جوه المخ، كل ما بنفتكرها بنشغل نفس التسجيل، لكن علماء الأعصاب لقوا إن الموضوع أعقد من كده. كل مرة بنسترجع فيها ذكرى قديمة المخ بيبينها من جديد، وده معناه إننا مش بنرجع للموقف بعقل الشخص اللي كان موجود وقتها، إحنا بنرجع له بعقلنا دلوقتي، بخبراتنا النهاردة، بطريقة تفكيرنا. وعلشان كده نفس الموقف ممكن يكون ليه معنى مختلف في مراحل مختلفة من حياتنا. ممكن تفتكر موقف حصل وانت في المدرسة كان وقتها بالنسبة لك كارثة، ولو افتكرته النهاردة هتلاقي نفسك مستغرب هو انت ليه كنت شايل الهم ده كله. مش لانك نسيته، لكن لانك بقيت تشوفه بشكل مختلف. وفي المقابل ناس بتفضل سنين عايشة شايلة نفس الإحساس، مش لأن الموقف كان أكبر، لكن علشان بتبصله بنفس النظرة القديمة. وده يمكن يخلينا نسأل نفسنا سؤال تاني: لو رجعت دلوقتي الموقف محرج حصل من سنين، هل اللي هيضايقك هيكون هو الموقف ولا الصورة اللي رسمتها عن نفسك بعده؟ لأن الاتنين مش واحد، الموقف انتهى في يومه، لكن الصورة اللي كونتها عن نفسك ممكن تكون هي اللي فضلت مكملة معاك لحد النهاردة.